اخر نصيحه يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، انتوا هتتحاسبوا على ده كله. اخواتي وحبايبي كل محبين صفحه تيجي نسال. آه، مع هنكمل سلسله نصائح الثالثه ثانوي، والجزء السادس ده اخر جزء. آه، وركزوا بالكلام كويس لانه ده اخر جزء، وفي نصائح ذهبيه مع المستر اسد السنه. اهلا بك يا عبد الله. بص يا حبيبي، نصيحه ما اعرفش كام. تمام. تعرف كام؟ لا مش فاكر ولا بصراحه. انا ما اعرفش كام. كم؟ المهم النصيحه دي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا بشر، احنا كمدرسين بشر. ففينا ناس كويسه وفينا ناس احسن. يعني فينا ناس كويسين وفي ناس احسن من كويسين. فلو انت مش مرتاح مع حد ما تكملش معاه. لو انت حاسس ان في حيز نفسي بينك وبينه ما ترتاحش معاه، حتى لو كان ايه مش هتفيدك معاه غير الراحه النفسيه. تمام. فينا ناس كده وفينا ناس بتطلع مننا حركات طبعا جدعانه مع الطلبه، وفينا ناس بتعمل حياه مع الطلبه. الواحد ممكن ما ينساهاش الاستاذ العمر كله. ما تحطش في دماغك لانك انت مش فاضل كده. فالطالب الكويس احنا بنمسك فيه وهو يمسك فينا. يعني لو انت شايف ان الاستاذ مش مرتاح معاه ما تمسكش فيه وهو مش هيمسك فيك، ويا دار ما دخلك شر. النصيحه اللي بعد كده: احترموا النعم. حياتكم نعم كتير. حياتكم نعم كتير، احترموها. لان ربنا اخذ من ناس كتير آه، العقل مثلا. في ناس اخذ منها الصحه. في ناس اخذ منها الامكانيات. في ناس زيكم حاليا في البلد، ناس نعرفها ما قادراش تذاكر، ما قادراش تأدي الامتحان لظروف خاصه بيهم. تمام. فلازم الانسان يحترم النعم اللي ربنا اداها له، عشان خاطر لما تحترم النعم ربنا هيكافئك عليها. ممكن ما يكافئكش على عملك، يعني صح. انت ما عملتش، بس هيكافئك على احترامك للنعمه. لا، ده صان النعمه. هيكافئك على احترام النعمه، لان احنا برضه كلنا مجهوداتنا اللي احنا بنعملها دي ما يجيش حاجه في رحمه ربنا، وربنا بيوفقنا برحمته مش بمجهوداتنا. صح. اخر نصيحه يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، انتوا هتتحاسبوا على ده كله. في لحظه في ثالثه ثانوي، لحظه سوداء منيله على دماغ الناس كلها، اللي هو الاب بيقول لابنه او لبنته: انت صارف عليا كذا. يمكن انت ما تعرفش، يمكن انت حاسس انها مستحيل ابويا يقول لي كذا. لا، هتتقال. وخصوصا ان احنا ايه، مجتمع شرقي فيه مقارنات. وخصوصا لو انك انت واقع في دفعه ليك فيها ابن عم ابن خال زيك برضه بيمتحن، تبقى لحظه سوداء مطينه على دماغ الناس كلها لما يقول لك: اشمعنى فلان يجيب مجموع كذا، ده انت صارف عليا كذا. فما يتهيألكش انك انت ما صارفش. لا، كل اب كل ام عارفين ان مثلا احنا اسره من 5 افراد، بنصرف في الشهر بقول 20,000، يبقى كل واحد لينا في كام؟ 4,000. لا، انت مثلا بتاخد دروس، يبقى انت مزود عليهم 3,000، يبقى 7,000. اضرب ال 7,000 دول في 3 سنين في 36 شهر. فالحسبه اسهل من انك انت تفتكر انها صعبه او ممكن ما تتقالش. لا، هتتقال لك: انت صارف كذا كذا كذا. والاب معذور والام معذوره. كل الناس تعبانين وشقيانين ومتغربين على اولادهم. فلما يرميها في وشك اعمل حساب اللحظه دي. انجح وذاكر عشان لما تترمي لك الكلمه تعرف ترد. تكون انت ايه، عارف ترد. انما هي الكلمه مش مستحيل انها ما تترميش في صح. لحظه غضب، في لحظه احباط، لان كلنا بشر. صح. واكيد هيزعل. وانت عارف ان في 1% ممكن يوديك وممكن يجيبك. انا اتذكر تلميذ عندي السنه دي قال لي: هو السؤال ده بكام درجه؟ قلت له: هي ما تتحسبش كده. اسمه السؤال ده بكام كليه، صح. مش بكام درجه. اسمه السؤال ده بكام كليه. فانت السؤال ده اللي انت مش باصص له، شوف انت ضايع عليك كام كليه، واتصرف عليك في ال3 سنين كام عشان تعرف تجاوب عليه. والا ما كنتش هيبقى المدرس مدرس والضابط ضابط والدكتور دكتور. ايه اللي هيخليك انت تتميز؟ انك انت السنه دي هي اللي هتحدد لك حياتك. فانا مدرس عشان انا في ثالثه ثانوي اشتغلت شغل وكان لي ظروف وتوفيق من عند ربنا يساوي اني اكون مدرس. في واحد غيري مثلا مهندس، لانه هو في ثالثه ثانوي اشتغل شغل وكان ليه توفيق من عند ربنا، او ما اشتغلش وربنا وفقه، او ربنا وفقه ما وفقوش مع انه اشتغل. الشغل والتوفيق اللي يخليه يكون باقي حياته مدرس. فكل الناس اللي حوالينا في المجتمع دي هم نتائج للي حصل معاهم في ثالثه ثانوي. شوف ثالثه ثانوي بتاعتك هتوديك فين. شكرا ليك. وطبعا خلصت سلسله حلقات ثالثه ثانوي مع المستر ياسر. وبصراحه مستر ياسر قدم لنا مجهودات كبيره، حبيبي يا عبد الله. وبنشكرك يا مستر ياسر. والمعلومات دي ذهبيه يا جماعه والله العظيم. مش اي حد هيقولها لكم. وطبعا نتمنى للجميع طبعا كل التوفيق في اي مرحله قادمه. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.